وده شكل الشنطة النهائي، وده شكلها من جوه كده. ركبنا لها المغناطيس والبطانة دي الشكل ده. شنطة شيك جدا وخفيفة ومناسبة لكل حاجة، مناسبة للأجواء الصيفية والشتوية وكل حاجة. هنستخدم ابره مقاس 5 مللي علشان انا محتاجه الشنطه تكون طريه، مش محتاجاها تكون ماسكه نفسها قوي، عايزاها تكون طريه مناسبه للاجواء الصيفيه، خفيفه كده، مش ماسكه نفسها قوي. لو انتوا عايزين بتحبوا الشنط تكون متماسكه والغرزه متماسكه، ممكن تستخدموا ابره مقاس 4 او 3.5 برضو على حسب سمك الخيط. انا عندي سمك الخيط يعني متوسط السمك، ولا هو سميك ولا رفيع، فحاسه ان مقاس 5 هيبقى مناسب معانا في الشنطه دي. ده طبعا الخيط مكرميه القطن، بيبقى جاي بالشكل ده، بيبقى جاي على شكل شلات. قلنا في الفيديو بتاع انواع الخيوط ان الخيط ده من احسن الخيوط اللي يعني انا مفضله بالنسبه ليا. في ناس بتفضل السلسله والمكرميه، طبعا دول يعني كل حاجه ليها شغلها، بس انا بفضل الخيط ده دلوقتي. وطبعا في جايبه خيط سلسله هنعمله مع بعض ان شاء الله الفتره الجايه. هنبدأ أول حاجة طريقة عمل الشنطة. بنعمل عقدة بداية تمام زي ما احنا متعودين، وهنعمل عدد من السلاسل بطول الشنطة اللي احنا عايزين نعملها، طول الشنطة، لان هي فكرة الشنطة دي ان احنا بنشتغلها بالطول مش بالعرض، او مش بنبدأ منها من قاعدة ونطلع، لا احنا شغالينها بالطول. فالفكرة ان احنا هنكمل عدد من السلاسل، او هنبني يعني اول سطر عندنا هو ده اللي هيحدد طول الشنطة مرة واحدة. فاحنا هنبدأ بالطول وهنكمل بقى ايه نبني العرض مع بعض. تمام. هنعمل عدد من السلاسل بطول الشنطة. هعمل بقى هكمل طبعا لان انا هنا عملت وصلنا عملنا اتنين عملنا 70 سلسلة. شكل السلاسل بالمنظر ده. اهم حاجة بس نسيت اقول لكم في الاول ان العدد السلاسل اللي هتعملوه هيكون يبقى للاسم على الاتنين، علشان احنا هننصص في الشغل. فده كده بداية، ده كده طول الشنطة اللي انا عايزاه. وطبعا لما هشتغل شوية كمان هيكش شوية او هيمسك نفسه شوية، فده طول الشنطة هيبقى مناسب جدا بالنسبة ليا. تعالي قيسوا كده. احنا طبعا هنجوز السلاسل اللي احنا عملناها، لان احنا قلنا دي بتطبق، فده الطول كله، يعني الطول هيبقى نص السلسلة دي مش كلها. تمام. فهنشوف كده انا عملت، هتبقى كبيرة شوية بس قشطة، يعني هتبقى حلوة بالنسبة لي. حوالي 28 سنتي. تمام. وده وهي مفرودة معانا كده، ده وهي متنية هتبقى حوالي 28 سنتي. طبعا الغرزة بتكش شوية. هنقول بقى هنكمل. هنبدأ بقى نشتغل السطر الجاي كله هنشتغله غرزة حشو في ظهر الشنطة، في ظهر السلسلة، سوري، في ظهر السلسلة. تمام. هنا عملنا 70 غرزة. دي السلسلة الأخيرة. تمام. يا رب تبقى واضحة. بس دي السلسلة الأخيرة، دي آخر واحدة عملناها، دي اللي هي ارتفاع أصلا مش هنشتغل فيها. تمام. هنشتغل فين؟ هنشتغل في ظهر السلسلة اللي هتقابلنا، الظهر ده كده. تمام. احنا قلبنا الشغل، كان ماشي ازاي؟ كان ماشي كده، ماشي كده بالشكل ده. احنا بنقوم قلبين، يعني هو كده ماشي تمام، ده شكل حرف الفي اللي هو بتاع السلسلة. احنا بنقلبه وبنشتغل في ظهر السلسلة. تمام. في ظهر السلسلة، ظهر السلسلة الحتة البارزة دي، تلاقي حتة بارزة لنا كده، هي دي اللي هنشتغل فيها غرز الحشو على مدار السطر الجاي كله، من غير تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. هنشتغل غرز حشو فقط في ظهر السلسلة، في الحتة اللي بارزة دي. ليه بنشتغل في ظهر السلسلة؟ علشان الحرف بتاعنا او البداية بتاعتنا ما تكشش، فيجي يبقى البداية بتاعتنا شكلها كده. تمام. يبقى بداية الشنطة او الطرف بتاعنا اللي احنا عاملينه هيبقى بدايته حرف الفي، بيبقى متساوي بالشكل ده، ما يبقاش نص غرزة يعني. فاحنا بنشتغل في طرف الشغل عشان الشغل ما يكشش مننا من ناحية، ويبقى الحرف متساوي زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، يبقى حرف في كله يعني على طول الشنطة كلها. فهنكمل كده، هعمل مع بعض كمان. فهنا ده حرف الفي. تمام. يا رب يبقى واضح. ده حرف الفي اللي احنا شغالين عليه. بنقلبه كده، بيبقى فيه حته بارزه ده اهي اللي هتطلع دي كده. تمام. هنخش نسحب الخيط، بقى عندنا حلقتين على الابره، هنسحب الخيط ونطلع من الحلقتين، وكده عملنا غرزه الحشو. ونلاقي هنا لما نيجي نلف نلاقي حرف الفي زي ما هو كده متساوي. تمام. هكمل بقى
غرز حشو في ظهر السلسلة بنفس الطريقة دي بالتسلسل لآخر السطر. هنا وصلنا لنهاية السطر، ودي آخر غرزة هنشتغل فيها، غرزة حشو. هنشتغل في ظهرها غرزة حشو زي ما احنا قلنا في الأول. طبعا آخر غرزة عشان فيها عقدة البداية فهتبقى رخمة شوية. هنكمل كده بالشكل ده، ثواني. تمام، نكمل كده السطر كله. تمام، السطر بقى بالشكل ده كده. ده اول سطر عملناه، وزي ما احنا بنقول احنا بنشتغل البداية دي بس بالطول. شفتوا بقى الحتة اللي احنا اشتغلنا عليها، يعني الجنبين بتوع الشغل زي بعض، في حرف الفي متساوي، وهنا حرف الفي متساوي عشان اشتغلنا في ظهر السلسلة. هنرتفع بقى سلسلة. هنا وصلنا لنهاية السطر، وبقى معايا عدد من الغرز 68 غرزة سلسلة. المهم ان هم يقبلوا الاسم على 2. والفكرة هنا في شغل الشنطة ان احنا عندنا مجموعتين، مجموعة في طرف الشنطة، ومجموعة في الاخر. الاتنين دول بيقبلوا الاسم على 2. مهم ان هم يكونوا بيقبل الاتنين دول هيتعادوا بنفس يعني نفس الغرز اللي هنبدأ بيها، هي نفس الغرز اللي هننهي بيها. تمام، هنرتفع، وفي النص هي الغرزة الأساسية اللي لسه هنشتغلها. تمام، هنرتفع سلسلة، وفي أثناء الشغل الشرح هيبان يعني أثناء الشغل. أول حاجة هنشتغل 8 غرز منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام كده اشتغلنا 8 غرز منزلقة. 2 4 6 8، اشتغلنا 8 غرز منزلقة. تمام، هنشتغل بعد كده غرزتين حشو للانتقال. يبقى احنا كده قفلنا المجموعة الأولانية، وهم 10 غرز اللي بيبقوا في بداية الشغل ونهايته. بقى عبارة عن 8 غرز منزلقة وغرزتين حشو، عشان ننتقل بقى للغرزة اللي هنشتغل بيها معظم الشنطة، وهي غرزة النص عمود. انا اسفة نسيت اقول ان احنا الشغل هيكون في الحلقة الخلفية. بنشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده. شغالين في الحلقة الخلفية، هنشتغل نص عمود. طبعا اللي مش عارف نص عمود يعني بنلف الخيط على الإبرة. مراجعة سريعة، اللي عايز يذاكرها كويس يخش على الفيديوهات شرح الغرز. بالشكل ده هنخش في الحلقة الخلفية دي. تمام، ونسحب الخيط. بقى عندنا 3 حلقات على الإبرة، بنشد الخيط وبنطلع من ال3 حلقات. تمام، بقى بنعمل كده وبنشتغل في الحلقة الخلفية، مش تحت حرف البي، بنشتغل في الحلقة الخلفية فقط كده. تمام، هنكمل بقى قبل نهاية السطر ب10 غرز. يعني هنفضل شغالين بالمنظر ده كده في الحلقة الخلفية نص عمود نص عمود، لحد ما نوصل ما يبقاش فاضل عندنا الا 10 غرز، وهنعمل زي ما عملنا هنا. تمام، هنفضل شغالين بنفس الشكل، غرز نص عمود في الحلقة الخلفية. هكمل بقى لوحدي، وارجع نقفل السطر الاولاني، هنقفل السطر التاني ده مع بعض. هنا وصلنا لنهاية السطر، وباقي على نهاية السطر اخر 10 غرز زي ما قلت. فهنعمل زي ما عملنا في البداية، هيبقى في غرزتين حشو، وال8 غرز التانيين 2 4 6 8. ال8 غرز التانيين هيبقوا غرز منزلقة بالشكل ده. منزلقة. تمام، كده السطر التاني خلص معانا في الشنطة.
وكده الشنطة الشنطة يعتبر معظمها خلص. بس هي الشنطة عبارة عن تكرار السطر ده، هنكرره لحد ما نوصل غالبا لنص عرض الشنطة، او يعني اكتر من نص بشوية اللي احنا عايزينه طبعا. وبعدها هنقفل بقى الجوانب مع بعض. يبقى احنا هنكرر السطر التاني ده اللي احنا عاملينه، اللي هو عبارة، هنكرر السطر ده اللي هو بنبدأ فيه ب8 غرز منزلقة، وبعدها 2 غرزة حشو، وبنكمل نص عمود في بداية الغرز. ولما نيجي نقفل بيبقى برضو بنقفل بنفس ما بدأنا، علشان لما نيجي نقفل الجنبين على بعض كده يبقى الشكل في النهاية غرز المنزلقة. يعني طبعا الشكل مش هيبقى واضح قوي دلوقتي، يعني علشان لسه ده تاني سطر. بس لو عملت لما هعمل كام سطر مع بعض هاجي اوريلكم التصور بتاع الشنطة. فاحنا هنا هنكرر السطر التاني ده بالظبط. عيدوا ممكن الدقيقة دي رجعوا لها تاني. اللي هي عبارة عن 8 غرز منزلقة، وبعدها غرزتين حشو، وبنكمل بغرز نص عمود، وفي النهاية اخر 10 غرز بيبقى زي ما بدأنا، غرزتين حشو ومنزلقة. هكمل كام سطر كده لحد ما الشكل يبدأ يبان شوية ونرجع نشوف، وبعدين ان شاء الله نقفل مع بعض جوانب الشنطة. هكمل وارجع لكم. بعد ما اشتغلت كام سطر وصلنا هنا للنهاية. كده غالبا بقينا يعني في منتصف الحجم اللي احنا عايزينه، قربنا نخلص الشنطة. فده العرض اللي احنا عايزينه مثلا، فلسه هنكمل بقى عشان نقفل الجوانب. طريقة تقفيل الجوانب هي اللي بتبقى مختلفة شوية عن الشغل. زي ما اللي انا عملته ده، اللي انا اشتغلته هقيسه ثانية واحدة عشان بس الحاجة تكون واضحة كلها. ايه تمام كده، كادر بس صغير شوية. هنا الشكل بقى كده تمام. دي حوالي 22 والعرض حوالي 22 سنتي. هنقفل بقى مع بعض الجوانب. هنقفل الجوانب ازاي بقى؟ هنقفل الجوانب اول حاجة هنقسم الشغل. يعني انا كده قفلت لما نيجي نضم جنبين الشنطة على بعض كده هيطلع لي المنتصف غالبا. يعني احنا ممكن نعد عشان نبقى الاتنين يبقوا نفس الحجم. ممكن اعد عشان يبقى ان هنا زي هنا، فان انا نضمها على بعض خالص عشان تبقى زي يعني هي هنا ظاهر لي الغرزة دي هي اللي غرزة المنتصف. تمام، نعلمها. والغرزة دي برضو لما ضمينا الجنبين بالظبط على بعض طبقناهم على بعض كده ظهر لي الغرزة دي هي غرزة المنتصف. تمام، هعلمها برضو. هعد بقى، هعد الجنبين. يعني هوقف طبعا عشان مضيعش وقت الفيديو. هعد الجنبين واشوفهم قد بعض بالظبط ولا لا، وهرجع لكم على طول. يعني خلاص هنا عديت والجنبين طلعوا نفس المقاس. يعني هنا هنرتفع سلسلة زي ما احنا متعودين، وهنفضل شغالين لحد قبل العلامة. اول حاجة هنرتفع سلسلة كده، وهنشتغل في غرز المنزلقة اللي بتقابلنا. كنت قلت لكم في الاول، يعني نسيت اقول وانا بادئه، كنت عايزه اقول لكم ان انتوا ما تشدوش ايديكم في غرز المنزلقة عشان هتحسوا ان انتوا بتتخانقوا مع كل سطر. ففي غرز المنزلقة سيبوا ايديكم شويه هي وغرزه الحشو، عشان معروف ان الغرزه دي بتبقى يعني ماسكه على بعضها شويه، فبتبقى رخمه في الشغل. فاحنا بنسيب ايدينا شويه، بس ما تقلقوش يعني مش هتسيب خالص. يعني لما نيجي بنكمل بتبقى كويس. في غرزه النص عمود ممكن بقى نشد ايدينا شويه عشان الشنطه ما يبقاش فيها فراغات. فهي دي يعني اللي يعني يظبط شكل الشغل. 2 4 6 7 8. تمام. وهنشتغل كده، اشتغلنا 8 غرز منزلقة. هنشتغل 2 غرز حشو، يبقى دول المجموعة الأولانية. وهنكمل نص عمود لحد قبل غرزة المنزلقة، لحد قبل العلامة ب3 غرز. هكمل بقى غرز نص عمود كده لحد قبل العلامة ب3 غرز وهرجع لكم. هنا وصلنا باقي على الغرزة اللي احنا معلمينها 3 غرز.
هنشتغل بقى هنا التناقص، هنبدأ نتناقص علشان نبدأ نضم الجنبين بتوع الشنطة. فهو ده السطر اللي هنبدأ فيه نتناقص. هنشتغل في اول غرزتين تناقص، اول واحدة تمام كده غرزتين. هيجي الغرزة اللي قبل العلامة هنشيل العلامة وهنعمل كده، هنشيل العلامة ودي يبقى كده دول غرزتين معانا. هنكمل في الغرزة كمان اللي بعدها والغرزة اللي بعدها، يبقى كده التناقص بقى في الغرزة دي ودي 3 غرز تمام. هنشد الخيط ونطلع من كل الحلقات مرة واحدة، وهنعلم الغرزة دي هي غرزة المنتصف اللي بنتناقص فيها 3 تناقصات، بنتناقص فيها 3 مرات مع بعض. بعد كده هنبدأ نتناقص في غرزتين، يبقى كده المجموع في الاخر بقى كام؟ بقى ناقصنا في اول غرزة مرتين اللي هي دي غرزتين، وبعدين 3 يبقى 5 و2 يبقى التناقص في السطر ده. بدأنا ب 7 غرز تناقص علشان نبدأ بقى نضم الشغل على بعض واحدة واحدة. هنكمل بقى لنهاية السطر عادي من غير تناقص ولا تزايد، غرز نص عمود. هنا وصلنا لنهاية السطر وارتفعنا سلسلة، وهنشتغل منزلقة لحد الغرز بتاعة التناقص هنبدأ نشتغل فيها. فهنكمل بنفس التسلسل عشان ما نكونش بنعيد نفس الشغل. فهو شوف الغرزة دي مثلا شكلها كده من بعد ما اشتغلت حاساها مهوية شوية، فهفك وارجع ليها اشد ايدي حبة صغيرين. زي ما قلنا غرزة المنزلقة ما بنشدش ايدينا جامد، بس بنهوي شوية علشان الشغل ما يبقاش صعب معانا واحنا شغالين. تمام، نفضل شغالين بالشكل ده 2 4 6. دايما بقعد اعد وانا ماشية كده علشان ما اتلخبطش وافوت غرزة، ما اوصل للغرزة اللي احنا معلمين فيها ب3 غرز. يعني خلاص قربنا اهون، هكمل كده وارجع لكم سريعا. تمام، هنا وصلنا ما عادش فيه الا 3 غرز قبل الماركر. هنبدأ نشتغل تناقص زي السطر اللي فات بالظبط. في اول غرزتين يبقى تناقص ثنائي بالمنظر ده كده، والغرزة اللي قبل العلامة هنتناقص فيها ونشيل العلامة مرة واحدة، وبعدين هيبقى هي واللي قبلها واللي بعدها مع بعض. تمام بالشكل ده، وهنشد الخيط ونطلع من كل الحلقات مرة واحدة، وهنعلم الغرزة دي غرزة المنتصف. هنتناقص في الغرزة اللي بعدها بس كده. هنعيد بقى السطر ده هنكرره ونكمل بقى غرز نص عمود لنهاية السطر زي ما احنا متعودين. وهنكرر كده، عملنا سطرين فيهم تناقص، هنكرر ده 5 مرات كمان عشان نوصل ان النهاية تبقى 7 سطور متناقصين فيه. نفس فكرة السطر ان احنا نفضل ماشيين فردي، قبل العلامة بتناقص غرزتين، وفي العلامة الغرزة اللي قبلها والغرزة اللي بعدها 3، واللي بعدها بنتناقص 2. فكل سطر بنتناقص فيه 7 غرز، كل سطر هنتناقص فيه 7 غرز. هعمل كمان 4 سطور بنفس الطريقة دي، وهرجع لكم تاني اللي هو التناقص اللي احنا فيه اللي احنا عملناه ده. هنعمل 4 سطور زيه كمان ويرجع لكم تاني. هنا وصلت لنهاية السطر، وعملنا هنا بعد ما عملت 7 سطور بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7. بقى شكل الشنطة بالجنب ده بدأت تلم على بعضها كده بالشكل ده. مش عارفة اوضح قوي عشان الكادر صغير. بالشكل ده كده، ده الجنب بدأ يلم، ده اللي احنا قفلناه، ده ال7 سطور اللي احنا اشتغلنا بيهم تناقص. في كل سطر تناقصنا في 7 غرز. زي ما قلنا تناقص في 2، وبعدين تناقص ثلاثي، وبعدين في 2 كمان. كده خلاص وصلنا لنهاية السطر. وكده هقفل الجنب ده
هعمل هرتفع سلسلة، وهنقفل الجنب ده علشان ونروح بقى نعمل ايه، هقص الخيط وهننضف الشغل زي ما احنا متعودين بقضية التنظيف. طبعا مش يعني الخطوة دي هسيبها كده لحد ما واحنا في الاخر خالص هنقفل الشنطة مع بعض. كده خلاص خلصنا الجنب ده. هو ما خلصناهوش قوي يعني، احنا مبدئيا كده وقفنا لحد هنا، هنرجع له تاني واحنا بنعمل الايد. الجنب ده بقى علشان نعمل هنعمل نفس اللي عملناه في الجنب ده. هنشتغل هنا، هنوصل الخيط ونبدأ نشتغل سطر من طبعا الغرز دي متمسمة من المنظر ده كده. بص هنفضل شغالين زي ما احنا متعودين. هنوصل الخيط بالشكل ده، هنوصل الخيط كده بالشكل ده كده، تمام. وهنعمل غرز منزلقة، نرتفع سلسلة، وهنعمل غرز منزلقة في كل غرزة تقابلنا، اللي هو اول 8 غرز زي ما احنا بنشتغل عادي. يعني زي ما اشتغلنا السطر اللي فات في اول سطر بدأنا فيه تناقص، هنا هنفضل نشتغل برضو لحد ما نوصل للعلامة. هنتناقص في اول غرزتين قبلها، وهنسيب قبل العلامة 3 غرز. هنفضل شغالين لحد ما نوصل للعلامة. هنسيب قبل العلامة 3 غرز. هنا عملنا كام غرزة منزلقة بالشكل ده، هنا 2 4 6 7 8. دايما عند الغرزة ال7 بحس ان انا عملت 8. هنعمل بعدها غرزتين حشو، وهنكمل بقى غرز نص عمود لحد ما نوصل عند العلامة، وبعدين هنبدأ نعمل التناقص. هكمل السطر ده معاكم، وبعد كده خلاص هنعيد السطر ده 6 مرات زي ما عملنا في الجهة دي. 6 مرات في التناقص. هعمل هنا برضو 6 سطور. هكمل بس اول سطر. هنا عملت سوري، عملت هنا 7 سطور توتال، لكن هنا هعمل اول سطر وهكمل 6 لوحدي يعني، تمام. هنرجع كده. هنا وصلنا للتناقص ولسه في 3 غرز قبل التناقص. هنتناقص في اول 2 تناقص ثنائي بالمنظر ده، عمود بلفة، عمود نص عمود، تناقص بتاع نص عمود. وبعد كده هنتناقص في الغرزة اللي قبل العلامة، والغرزة اللي فيها العلامة، والغرزة اللي بعد العلامة، الغرزة اللي فيها العلامة كده بالشكل ده، والغرزة اللي بعد العلامة. يبقى كده تناقصنا في 3 غرز، تمام. هنكمل اللي بعدها برضو. طبعا اللي احنا عملناها دي هنعلمها ان دي اللي هتبقى المنتصف في كل سطر اللي بعدها. بس كده. هكمل طبعا بقى بنفس التسلسل نفس الطريقة دي لنهاية السطر، وهعمل بعدها 6 سطور بنفس الطريقة. وبعدين هنرجع بعد ما تناقصنا في الجهتين، بدأنا نضم الجوانب على بعض. هي بدأت تضم، دي شكلها من جوه، تمام. ودي كده اهي بدأت تضم. احلى حاجة عجباني ان هي خفيفة جدا، يعني ده بصراحة اكتر حاجة عجبتني في خيط المكرمية القطن. عجبني جدا ان هو خفيف، ويعني دي ربع كيلو متخيلين، خفيفة جدا كأنها جلد كمان تمام. هنرتفع سلسلة وهنشتغل في الحلقة الخلفية غرز حشو. هنكمل غرز حشو السطر ده كله لحد ما نوصل عند النقطة اللي احنا معلمينها، وهنتناقص ثلاثي فقط، يعني في 3 غرز فقط. وهنرجع نرجع برضو حشو من غير اي حاجة. يعني السطر ده هيبقى حشو بس هنتناقص في الغرز اللي في النص دي. هنشتغل برضو حشو في الحلقة الخلفية، تمام، لحد ما نوصل لنهاية السطر بالشكل ده كده. هنكمل غرز حشو في الحلقة الخلفية.
بالشكل ده. يا رب يكون الشرح واضح. هكمل بقى لحد ما اوصل للتناقص. هنا هنيجي نتناقص الغرزة دي مع بعض وهنرجع لكم تاني. هنا وصلنا للمنطقة اللي احنا معلمين فيها اللي هي دي. هنسيب غرزة قبلها والغرزة ذات نفسها المتعلمة وغرزة بعدها، هم دول اللي هيتم فيهم التناقص. هنشتغل كده دي تناقص غرزة الحشو بالشكل ده كده. خلاص هنكمل بقى ايه، ما عادش فيه تناقص. هنكمل لنهاية السطر غرز حشو. هنا وصلنا لنهاية السطر بعد ما عملنا غرز حشو في الحلقة الخلفية. هنرتفع بقى 40 سلسلة، وهنا عشان نبدأ نعمل الإيد اللي هتبقى في النص بين يعني نقدر نمسك بيها الشنطة كده. هنبدأ نعمل الإيد واحنا شغالين في الشنطة. نعمل 40 سلسلة، 1 2 3 4. تمام، هعمل 40 سلسلة وهرجع لكم عشان نوصلهم مع بعض. فهشتغل 40 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. احنا خلصنا ال40 سلسلة بالشكل ده. تمام، وهنوصلهم بقى الشنطة كده. الايد هتبقى كده. دي اول حتة هنوصل، دي اول سطر من السطور اللي هنبدأ نبني عليها السطور بتاعة سطور الايد. تمام، هنا هنشتغل، هنعمل بقى منزلقة في اليمة دي لان احنا عايزين نوصلها بالشكل ده كده. لما نيجي نوصلها تبقى بالشكل ده. هنخلي بالنا ان السلسلة كلها تكون مفرودة، ما يبقاش فيه اعوجاج ولا حاجة معانا. تمام بالشكل ده كده. وهنعمل هنا، هنعملها، هنوصل هنا كده، هنوصلها بغرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، غرزة منزلقة. تمام، هنعمل بقى هنا ايه، هنمشي هنا السطر الحشو اللي احنا كنا اشتغلناه هنا في السطر الاخير اللي هو الحشو في الحلقة الخلفية. هنرتفع سلسلة وهنشتغل في نفس المكان اللي ارتفعنا منه غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهنكمل لنهاية السطر غرز حشو في الحلقة الخلفية. تمام، لحد ما نوصل للعلامة هنا وهنتناقص زي ما عملنا هنا بالظبط عشان نبدأ نكمل الشكل يبقى الجنبين زي بعض. هكمل غرز حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده، وهرجع لكم بعد ما اخلص السطر. هنا وصلت لنهاية السطر ده، وكده خلاص خلصنا الحشو في الجهة الخلفية من الجهتين. فبقوا الجهتين كده شبه الناحيتين جنبين بقوا شبه بعض. الناحية دي زي الناحية دي بالظبط، نفس عدد السطور ونفس عدد الغرز اللي اشتغلناها. هنا عملنا في الجهة دي بدأنا سلاسل الإيد. هنعمل هنا برضو نفس الحكاية، هنعمل 40 سلسلة وهنقفلهم بمنزلقة في أول غرزة هنا. تمام، هشتغل بقى 40 سلسلة وأرجع لكم بعد ما أكون وصلتهم في الجهة دي. وهرتفع سلسلة وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو تحت حرف الفي تحت السلسلة كله. هنا هنكمل غرزة حشو تحت الحرف الفي من غير بقى تناقص. مش هنشتغل في الحلقة الخلفية في السطر ده، هنشتغل تحت حرف الفي ده بالشكل ده كده. هنشتغل تحت الغرزة كلها من غير ولا تناقص ولا تزايد ولا اي حاجة. هنشتغل السطر كله تحت كل غرزة حشو غرزة حشو، وهكمل لحد نهاية السطر وارجع لكم علشان نشوف هنعمل ايه المرة الجاية. هنا وصلنا لنهاية السطر، ودي كانت اخر غرزة هنشتغل فيها، هي الغرزة الجاية دي. تمام بالشكل ده كده هنشتغل فيها غرزة حشو. في الايد اللي هتقابلنا بقى هيبدأ يقابلنا السلاسل اللي احنا كنا عاملينها في الاول للايد. احنا كده لو احنا واخدين بالنا شغالين دايما دول يعتبر اشتغلنا الايد دي وبعدين اشتغلنا هنا غرزة حشو لحد ما جينا لنهاية السطر اشتغلنا سلاسل، وبعدين جينا وعدينا للجنب ده بغرز حشو تحت الحلقة الخلفية. لا تحت الغرزة كلها، سوري هنا كانت تحت الحلقة الخلفية. هنكمل بقى هنشتغل تحت السلاسل بتاعة الايد دي. في كل سلسلة هتقابلنا هنشتغل فيها غرزة نص عمود واحنا شغالين بالشكل ده.
مش تحت كل سلسلة، هنشتغل غرز نص عمود بالشكل ده في الحلقة الخلفية برضو للسلسلة. يعتبر السلسلة دي هي البداية للسطر بتاع الايد، فهنشتغل بقى تحت كل حلقة خلفية تقابلنا هنشتغل فيها نص عمود بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده الشكل ده، يا رب يكون واضح معانا. تمام، دي كده هيبقى شكل الايد. اول كام غرزة من شكل الايد بدأوا يظهروا لنا هما. هكمل بقى ال40 سلسلة اللي احنا كنا عاملينهم، وهرجع لكم تاني. هكمل، لا مش هرجع لكم دلوقتي، هكمل ال40 سلسلة غرز نص عمود لحد ما اوصل للسطر ده اللي احنا كنا اشتغلنا فيه غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هشتغل فيه غرزة حشو تحت السلسلة كلها اللي هي دي كلها زي ما عملنا في السطر ده، وهرجع لكم بقى. هنا لنهاية السطر الحتة دي كده، خلصنا الجنبين بقى بالشكل ده معانا كده، يعني واضحين تمام بقى بالشكل ده كده شكل الشنطة. تمام، يا رب تكون واضحة. ودي الايد اللي احنا اشتغلنا فيها النص عمود اول سطر. دي كده شكل الايد، وكده شكل الشنطة من الجنبين بالشكل ده. الجنبين كده خلاص عملنا اشتغلنا هنا سطر نص عمود في السلسلة، وعملنا مشينا هنا حشو تحت السلسلة، تحت الغرزة ذات نفسها. اشتغلنا غرزة حشو مش في الحلقة الخلفية زي ما عملنا في الجنب ده، وكده خلاص كده ما عدناش هنشتغل في الجوانب خالص. خلاص كده خلصنا السطور بتاعة الجوانب، يعني كده ده عرض الشنطة اللي عندنا. طلع عرض الشنطة بالشكل ده. يبقى من هنا كده لو قسناه من فوق هتبقى حوالي 31 سنتي بالشكل ده، ولو قسناه من تحت هتبقى حوالي 25 سنتي. طولها عملنا الطول وصل ل 22 سنتي زي ما هو واضح قدامنا كده. تمام، ده كده شكل الشنطة وأبعادها. هنكمل بقى، هنكمل هنشتغل برضو هنا. وصلنا بعد ما عملنا حشو هنا في السطر ده، هنشتغل برضو نكمل على السلسلة زي ما عملنا في الايد التانية. هنشتغل غرز نص عمود في كل غرزة سلسلة تقابلنا، هنشتغل فيها غرزة نص عمود لحد ما ننتهي من السطر ده، وكده يكون خلصنا الايد. وهنخش على وهنعمل بس كمان سطر منزلقة وخلاص، يبقى كده خلصنا الشنطة كلها. فانا هكمل سطر نص عمود لحد ما اخلص سطر النص عمود معايا بالشكل ده، وبعدين ارجع بقى نعمل المنزلقة الاخيرة، وكده نكون خلصنا كده. وهنرجع داير ما يدور، واحنا راجعين كده هنرتفع سلسلة وهنشتغل منزلقة داير ما يدور حوالين السطور حوالين الايد، علشان تبقى نوعا ما ماسك شغل واحنا ماسكينه، بتخليه ماسك نفسه شوية كده. ده الفرق، شايفين بالشكل ده. فانا هشتغل غرزة منزلقة وبقيت بقى الايد، وهوصل هنا خيط برضو، هقص الخيط اول ما اوصل في النهاية هنا. يبقى كده هنكون خلصنا الايد دي، وهشتغل منزلقة في الايد التانية زي نفس النظام ونفس الشكل ده. كده هيكون الشنطة خلصت معانا. نركب لها بقى سوستة. انا هركب لها مغناطيس، وهركب لها بتاع بطانة، زي ما احنا عايزين بقى وزي ما احنا حابين. شنطة شيك جدا خفيفة، حلوة قوي صيفي، تنفع صيفي وشتوي، بس هي عجباني بصراحة. طريقتها سهلة مش معقدة. يعني ممكن اي حد بيعرف يشتغل غرزة المنزلقة والنص عمود وغرزة الحشو هيعمل الشنطة بمنتهى السهولة. مفيش فيها تناقص وتزايد كتير، هما كام سطر وبنعيدهم ونكررهم نفس الفكرة يعني. بس كده. هكمل بقى الايد
وهجيب لكم بعد ما اخلص الفينش الاخير للشنطه الشكل النهائي بعد ما اقص الخيط وبعد ما انضف الخيوط دي. بوريكم الشكل الاخير. شله وحوالي ربع، يعني خلصنا شله وخدنا شويه من الشله دي كده في مكرميه القطن مقاس 5 مللي. لو حابين نركب لها ايد بقى يعني ممكن كروس او ممكن ايد جلد او ممكن ايد هندي من الايات الهندي اللي بيتباعوا دول، او ممكن بقى ايد من نفس الخيط نعمل لها بحبل اللاسيه روماني تبقى كروس، نشيلها ونركبها بحلقه سهله الفتح. بس انا اكتفيت بالشكل ده كده مبدئيا يعني لحد ما اشوف هستخدمها كروس ولا هستخدمها شنطه ايد او ايه. زي ما احنا شايفين من جوه بالشكل ده. شنطه حسها عمليه وخفيفه قوي وسهله. واسعه يا جماعه، مش متخيلين يعني هي رغم المقاس ده بس هي واسعه جدا. يعني انا جربت احط فيها حاجات كتير. هي متوسطه وحلوه جدا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لي في الكومنتات حابين نعمل ايه مع بعض الفتره الجايه.